كمان السعودية في مصر، ليس فقط في مجالات الزراعة وإنما في المجالات السياحية والمجالات الفندقية والمجالات الاقتصادية المختلفة. طيب دكتور سعد، فالاتفاق ده ما هوش يعني ملزم زي ما احنا قلنا إلا بعد أن تتم عليه موافقة الهيئة هنا وموافقة مجلس الوزراء، ومن هناك موافقة مجلس إدارة الشركة وجمعيتها العمومية. واتفقنا كمان على حاجة مهمة بطمن الأستاذ شحاتة عليها، إن احنا لما نعيد هيتعمل عقد جديد، والعقد الجديد ده هنلغي فيه جميع الشروط التي رأينا أنها قد تكون مجحفة بالجانب اللي قال عليها الأستاذ شحاتة، زي البذور بتدخل من غير مش عارف زي إيه الحاجات، علما بأن برضه بطمن الأستاذ شحاتة إن هذه الشروط لم تطبق. يعني لما كان بيجي يجيب بذور بتمر على لجنة التقاوي في وزارة الزراعة وإصلاح الأراضي ولازم ياخد موافقة. يعني هذه الشروط المكتوبة في العقد وهي نظرية وقد تكون مجحفة وهي مجحفة لم تطبق على الواقع العملي، ورغم ذلك احنا هنعيد العقد ونعيد التعاقد ونزيل كل هذه الشروط المجحفة اللي هو بيذكرها وركز عليها الاستاذ شحاتة. طيب دكتور سعد، اسمح لي حضرتك كلامك فيه تطمينات كتير، لكن الاستاذ شحاتة كان ليه وجهة نظر او بيتكلم في شق قانوني. انا هسيب حضرتك يا فندم تتكلم في اخر حاجة. استاذ شحاتة اتفضل. موضوع ان الاتفاق غير قانوني لانه زي ما حضرتك قلت لا ينفع قبل ولا بعد. ان هو لو على العقد القديم تمام. العقد القديم في طريقه للبطلان. لو على عقد جديد يبقى لابد انه يتم وفقا لقانون المناقصات الماليه. هي تقصد كده يا فندم؟ ايوه يا فندم، انا فاهم يا شحاتة بيه، بس انا رايي طبعا اللي احنا عملناه ده لا يمت بصله للحكم القضائي. اذا كان هناك حكم قضاء فالقضاء سياده القانون وملزما للجميع. يعني إذا صدر حكم قضائي فالقضاء طبعا يعني هذا الاتفاق لا يخل بالشروط القضائية، وإذا صدر حكم قضائي فالقضاء ملزم للجميع وسيادة القانون فوق الجميع. يعني وزي ما بقول إن ده ما زال اتفاقا إطاريا ومعروض على الجهات العليا في مصر ومعروض على الشركة في السعودية، وإذا يعني القضاء جاء بشيء مخالف الكل لابد أن يلتزم به ويرحب به وما فيش اي مشكله. لكن احنا طبعا حرصنا على ان اذا كانت هناك بعض النواحي الخلاف التي يمكن تجنبها بطرق وديه تحافظ على الاستثمار وتشجع المستثمرين وتحافظ على حقوق مصر بالدرجه الاولى وتحافظ على المصداقيه، واحنا مش عايزين برضو يعني هو رغم انهم قالوا ان احنا لن نلجا الى التحكيم الدولي العقد فيه انا كنت عايز ارد على سعادتك في جزئيه التحكيم الدولي. نعم يا فندم. ان هم مدركين تماما قبل ما يلجأوا للتحكيم ان هم خاسرين في التحكيم لعده اسباب. لانه كافه قوانين العالم المتحضر لن تقبل انها تلزم حكومه في العالم كله بهذا العقد يعني انا لساني يعف عن الاوصاف يعني احتراما للمكان اللي احنا فيه. ودي الجزئيه الاخرى، ومع ذلك هم اخلوا ببنود العقد يا فندم. هم اخلوا ببنود العقد، هم ما زرعوش الارض. هو كل المساحه اللي زرعت 1000 فدان، هل في 15 سنه هو ما زرعش الا 1000 فدان بس؟ احنا متوقعين ان هو يزرع 15000 فدان بندهم له بنظام واضافه لل10 لان هو ما زرعش من 10 ل 1000. ال10 شحاتة بيه ال10 فبالتالي لا تحكيم عليهم البنيه الاساسيه هو محطه الرفع وشبكه الري. ال15 ما يعتبروش تملك لان احنا في الحقيقه انا عايز اقول هو مدرك تماما يا فندم ان هو لو لجأ للتحكيم خاسر تماما، لانه اخل ببنود هذا العقد. يعني كل هذه الامتيازات واخل ببنود العقد. احنا بالنسبه لنا احنا بالنسبه لنا هذا يعني احنا كلجنه او فريق عمل للتفاوض. ما انا بعد ساعتك انا رافض ان احنا كدوله نبقى مرعوبين من التحكيم بسبب قضيه واحده خسرناها وكان في خطأ فيها، وسعادتك تعلموا اللي هي عارف كلنا عارفينها قضيه مين. بسبب القضيه دي ان احنا نترعب كل مستثمر يجي يقول لنا التحكيم. لا احنا مش مرعوبين، بس احنا عايزين برضو نحافظ على الاستثمار وهناك علاقات يعني خاصة. تسمح لي يا فندم أنا بفصل تماما ما بين العلاقات المصرية السعودية وبين الوليد بن طلال كتاجر ومستثمر. تمام. كتاجر لابد من الفصل. العلاقات المصرية السعودية على أحسن ما يرام وتربطنا بالشعب السعودي والحكومة السعودية علاقات ممتازة جدا،
ولن يهزها 100,000 فدان ولا استثمار الوليد. لا طبعا طبعا، ما انا بقول لك الراجل نفسه قال لك انا يعني عقد معاه عقد 100,000، قال لك انا بدي يعني مستعد ارجع 75,000 فدان بدون. طبعا احنا زي ما قلت لحضرتك يعني في دي بالذات حكايه ارجع دي، في كلمه معلش مزعلاني قوي كمصري، وعلى فكره مش مزعلاني لوحدي، زعلت كل المصريين، انا بقولها لك على الهوا. الناس كلها مستاءة من الكلمه اللي قالها الوليد بن طلال لما قال انا اهديت الثوره 75,000 فدان. الوليد بن طلال لم يهدي احد، دي ارضنا وكان واخدها بفساد وما زرعهاش وبنستردها. احنا قلنا في الاتفاق استرداد، ما قلناش. ايوه يا فندم، انما ما فيش حاجه اسمها اهدى الثوره. يعني ايه اهدى الثوره؟ يا ريت يكون سامعني وبقول له انت ما هديتش حد، احنا خدنا ارضنا وهناخد الباقي ان شاء الله. احنا كاتبين في الاتفاق الاطاري، والاتفاق الاطاري ده زي ما بقول لحضرتك دي مذكره تفاهم واتفاق اطاري وخطاب نوايا لا يخل بالقضاء اللي حضرتك حريص عليه. وطبعا حكم القضاء ده حكم بيبقى نافذ على الجميع ومفيش حد يقدر، واحنا مش مرعوبين من حاجه زي ما حضرتك بتقول يعني ولا حاجه، لكن احنا كفريق عمل معانا جوانب قانونيه ومعانا جوانب فنيه ومعانا جوانب اقتصاديه ومعانا جوانب مختلفه. ده اقصى ما استطعنا وكان هناك يعني من جانبهم الحقيقه يعني مش لمجامله، كان هناك كل الود وكل الاحترام وكل التقدير وهم اقروا ان هناك كان بعض الشروط مجحفه ووافقوا تماما على ازالتها في الاتفاق الجديد. طيب حضرتك حابب تعلق على حاجه؟ انا كنت عايز اسال سعادتك بس. نعم. انتوا ليه استبقتوا الحكم بيوم؟ لا الحكم كان امتى؟ بيوم. انا كنت رئيس مجموعه العمل، والله العظيم 3 ما اعرف تاريخ الحكم ده ايه. 26/4 يا فندم، امبارح كان محجوز الحكم، امبارح هم جم تدخلوا وطلبوا فتح باب المرافعه، القضيه منظوره بقى لها سنه وسايبينها، جم بس لما اتحجزت الحكم جم تدخلوا. انتوا قعدتوا الاربع، كان فاضل يوم عمل واحد بس اللي هو يوم الخميس، وباقي الايام اجازات لحد يوم الثلاث اللي هو يوم حضرتك من شهر ونص المشاورات دي جواب لرئيس الوزراء، وجه الجواب وجه الوزير السفير قبل سياده الوزير، وجه الجواب من الوليد الى معالي الوزير. ده الكلام ده من شهر، واحنا كفريق مصر قاعدين نشتغل ونجهز ورقنا ونجهز اقتراحاتنا والاقتراحات المقابله، وهم من وبعدين قالوا احنا عايزين نجي لكم يوم كذا. هنقول لهم لا ما نعرفش بقى حكايه الحكم. وبعدين انا بقول لحضرتك ده طب هو الاتفاق هيأثر على الحكم في ايه؟ ده اتفاق اطاري، ده مذكره نوايا، ده بيسموها مذكره. والله يا فندم اللي الصحافه قالته انه هو ده اتفاقيه نهائيه، وانه ده الصحافه قالت كده. لا الصحافه ما انا بقول والله ما حصل، ده مذكره بيسموها بالميموراندم اوف اندرستاندينج، مذكره تفاهم، خطاب نوايا، اتفاق. في على فكره هذا الخطاب النوايا او الاطار ده او المذكره التفاهم لا تسري او لا تنفذ او لا تصبح نافذه الا بعد العرض على الجهات المختصه في مصر، وهي مجلس اداره الهيئه العامه لمشروعات التعمير والتنميه الزراعيه. على فكره المجلس ده فيه 8 وزراء. ثم بعد مجلس اداره الهيئه قرارات مجلس اداره الهيئه لابد ان ترفع لمجلس الوزراء يعتمدها، وبالتالي لو احتاج الامر الى المجلس الاعلى للقوات المسلحه هو من عنده لازم يعرضها على مجلس ادارته. صحيح هو قبل ما جالنا عارف واخد تفويض، واحنا قبل ما نتكلم برضه واخدين يعني الامان، وفي نفس الوقت هو بيرضى على الجمعيه العموميه. فاحنا في الواقع يا استاذ شحاته احنا استردينا 90,000 فدان، لان ال 15,000 فدان حق انتفاع بعد الزراعه. حق انتفاع دول بعد الزراعه والتاكد يا فندم انا اتمنى ان هو يكون عند حسن ظنكم انتم، لان هو ما زرعش في خلال 15 سنه الا 1000 فدان، هيزرع في 3 سنين 25 و9 يبقى 34,000 فدان. ما هو لا 34 ليه؟ ما هو العقد هيختلف بقى يا شحاته بيه، ما هو العقد هيبقى ايه دلوقتي؟ انا اسف 24 انا اسف 24 هيزرع في 3 سنين 24,000 فدان، وهو في 15 سنه ما زرعش الا 1000. وبعدين زرعهم ايه يا سعاده المستشار؟ ما انا هقول لحضرتك زرعهم عنب كاليفورنيا. الوليد بن طلال كان بيقعد يعقد مؤتمرات صحفيه ويقول علانيه انا مش هزرع قمح لمصر. انا مش هقول لحضرتك، مش انت بتقول ان انت ال 15 دول مشروطين يعني ما زرعوش هناخدهم؟ ده العقد بيقول كده. ده غير الاولاني بقى، الاولاني كان ملكيه كامله.
ان ال 15 دول مشروطين، ان ما اتزرعوش هيرجعوا لمصر تاني. استاذ سعد استفسار بعد اذنك يا فندم، حضرتك بتقول دكتور سعد مش كده؟ دكتور سعد عفوا، حضرتك بتقول ان ال 15 دول حق انتفاع بعد الزراعه، طب هو ال 100,000 فدان في العقد الاولاني ما كانوش مشروطين؟ لا يا فندم، بزراعه او استصلاح، كان عقد تملك.